أهلا بيكم في قناتي قناة وصفة من دهب. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض الكفتة بالطحينة بطعم مميز جدا. وصفة سهلة مش محتاجة أي مهارة تماما في المطبخ، بسيطة في مكوناتها ونتيجتها فوق الروعة. تخيلوا معايا كده كفتة دايبة في صوص الطحينة الكريمي المتبل، ومعاها مكعبات من البطاطس متشربة بصوص الطحينة. تقدروا تاكلوها بعيش او تعملوها سندوتشات، او تحضروا جنبها رز ابيض او رز بالشعرية او رز بسمتي وتبقى وليمة. في كل الاحوال كفتة انيقة شيك جدا، تشرفك على سفرتك، وطعمها مختلف وجديد عن اي كفتة تانية حضرناها قبل كده. والاهم انها مش بتاخد وقت خالص في تحضيرها. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. اول حاجة عندي هنا نص كيلو من اللحمة المفرومة، خليط بين اللحم الضاني واللحم البقري. لو عندك نوع واحد بس من اللحمة اشتغلي بيه عادي خالص، والمقادير دي تكفي لنص كيلو. وهنحتاج بصلاية كبيرة مفرومة فرم ناعم، لازم البصلة تكون مفرومة فرم ناعم قوي علشان ما تبانش واحنا بناكل الكفتة او في خليط الكفتة. والتوابل هنحتاج معلقة صغيرة مليانة من الملح، معلقة صغيرة من السبع بهارات، نص معلقة صغيرة من جوز الطيب لو حابينها، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، لو عايزين تكتروا شوية تقللوا شوية دي براحتكم، نص معلقة صغيرة من الحبهان المطحون اللي هو الهيل، ومقدار معلقة صغيرة مليانة من الثوم المفروم، وحزمة من البقدونس متقطعة قطع صغيرة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. واللي بيحب الكفتة حارة يقدر يضيف في الوقت ده قرن فلفل حار أو شطة. الشطة ممكن تحطي حوالي من ربع معلقة صغيرة لنص معلقة صغيرة. وأهم خطوة في الوصفة بتاعتنا النهاردة إن لازم كل المكونات الحلوة دي تتعجن كويس قوي، ونوصل بيها إن الأنسجة بتاعت اللحمة تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ولو بعد عجن اللحمة حسيتي ان هي سايلة معاكي شوية، دخليها التلاجة ترتاح ربع ساعة في الحر ده علشان تقدري تشكليها بكل سهولة. والنهاردة احنا هنحضر الكفتة بتاعتنا في الطاجن المغربي، بس انتي اي صينية عندك تنفع، ألمونيا تيفال اي حاجة ممكن تنفع عادي خالص. هندهنها دهنة زيت بسيطة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وكده تبقى جاهزة ان احنا نضيف باقي المكونات بتاعة الكفتة. عندي هنا بصلاية انا مقطعاها بحلقات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ممكن تقطعيها بالشكل اللي يريحك. وعندي هنا قطع ليا صغيرة مقدارها بالظبط معلقة كبيرة، بتفرق جدا جدا في طعم الكفتة وريحتها، بتعلي التست قوي وبتخلي طعمها في منتهى الجمال. انا مقطعاها صغير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ووزعتها كده مع البصل. وبعدين هنبتدي في تشكيل الكفتة بتاعتنا. التشكيل ده بقى بتاعك انت، عايزة تعمليها صوابع زي ما انا عملتها كده وكور صغيرة براحتك، عايزة تفرديها في كامل الصينية وتقسميها كده بصوابعك او بالسكينة، يعني تتفرد خالص كده كامل الصينية وتقسميها تقسيمات بسيطة وهي مفرودة براحتك خالص. الشكل اللي انا عاملاه ده متاح، واي شكل تاني حضرتك بتحبيه تعمليه عادي جدا. وممكن لو عندك طواجن صغيرة عايزة تحطي لكل فرد عندك في الأسرة لوحده ونايبه لوحده، ممكن تعملي زي ما انا هوريكم بعد شوية. عملت كام واحدة كده في طاجن صغير. وعندي هنا بطاطس متقطعة مكعبات، حضرتك تقدري تقطعيها التقطيعة اللي تحبيها، وطبعا الكمية دي راجعة لعدد أفراد أسرتك برضو. أنا مقطعاها مكعبات صغيرة كده ومحمراها بالزبدة، بس مش مخلتهاش تاخد اللون التحمير الكامل علشان هي لسه هتخش الفرن وتتحمر زيادة مع الكفتة. هحط نص كمية البطاطس ما بين الكفتة وبعضها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وهجنب النص التاني من البطاطس هحطه بعد ما الكفتة تطلع من الفرن. وهدخل الكفتة بتاعتنا على فرن حامي على اعلى درجة حرارة عندك، وحتى بعيها هتاخد معاكي حوالي من ربع ساعة لنص ساعة على حسب الفرن بتاعك، وهتكون اخدت اللون الحلو وتكون استوت ان شاء الله. وناخد بالنا يا جماعة لازم يكون الفرن حامي خالص على اعلى درجة حرارة عندك، ونتابع الصينية بتاعتنا وهي في الفرن، لان لما بندخل الكفتة بتاعتنا على نار هادية بتنزل كل السوائل اللي في اللحمة وتخلي الكفتة معاكي تشد ولونها يغمق. فلازم نمشي على الخطوات بتاعة التسوية اللي احنا بنقول عليها. وده الطاجن الصغير اللي بقول لحضراتكم عليه، ان انتوا تقدروا تعملوا الكفتة دي في طواجن صغيرة كده لكل فرد من افراد الاسرة الطاجن بتاعه يبقى قدامه. جهزنا الكفتة ودخلناها الفرن، نبتدي بقى نعمل صوص الطحينة اللي بيخلي الكفتة بتاعتنا دايبة دوب كده وطعمها في منتهى الجمال. هنحتاج ربع كيلو من الطحينة او اكبر كوباية من الكوبايات المعيارية هنملاها طحينة ويبقى ده المعيار بتاعنا، وعلبة زبادي 100 جرام،
وعصير ليمونة كبيرة، يعني لو عندك ليمونة صغيرة كده تقدري تعصري ليمونتين. والتوابل هنحتاج معلقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعلقة صغيرة من بهارات اللحمة. اللي عايز يقلل من البهارات دي يقدر عادي، بس هي بتبقى مظبوطة بالمقدار ده. وهنحتاج كوبايتين من الكوبايات المعيارية مية. المية هندفيها، يعني الخليط بتاعنا ده هندفيه قبل ما نحطه على الكفتة بتاعتنا. ما ينفعش تكون المية باردة ونحطها على الكفتة بتاعتنا وهي سخنة. وهنقلب كل المكونات الحلوة دي مع بعضها لحد ما يتكون خليط كريمي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وما ننساش ندفي الخليط قبل ما نحطه على الكفتة. وفي الوقت ده هتكون الكفتة بتاعتنا طلعت من الفرن بالشكل التحفة اللي قدام حضراتكم ده، ريحة وشكل في منتهى الجمال. هنبتدي بقى نضيف عليها صوص الطحينة الرهيب اللي احنا لسه عاملينه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. شكلها وهي بيتحط عليها الطحينة اصلا تحفة. يعني انت في المرحلة دي مش هتبقي صابرة ان انت تدخليها تاني صوص الطحينة يختم كده ويديكي الشكل الروعة اللي شفتيه في اول فيديو من جمالها. وبمجرد ما الطحينة اتحطت عليها، ريحة بقى وشكل وطعم في منتهى الجمال، يعني عشان انا دقتها اصلا في الوقت ده، طعمها في منتهى الجمال بجد. وبعدين بأي شكل بقى حضرتك تفضليه هنحط بقية البطاطس اللي احنا كنا مجنبينها في الأول. ممكن تحطيها في النص زي ما أنا عاملة كده، ممكن تحطيها على كامل الصينية، بس أنا حطيتها في النص علشان أنا لسه هضيف الفلفل الألوان، فكنت عايزة الطاجن بتاعي كله يبقى ظاهر فيه البطاطس والفلفل والكفتة طبعا. فعملتها بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين هدخلها على الفرن تاني، يا دوبك صوص الطحينة يختم بس. يختم يعني يتشمع من فوق، يعني الطحينة كده تتشمع من فوق وتاخد وش بسيط كده، والبطاطس بتاعتنا تاخد لون بسيط كده. يبقى كده تمام قوي. هنطلعها وتبقى جاهزة على الأكل، وتبقى بالشكل الروعة اللي قدام حضراتكم ده. بجد يا جماعة وصفة كفتة سهلة جدا، وطعمها يستاهل ان انتي تجربيها وتعمليها. مش بتاخد وقت خالص في تحضيرها، طعمها في منتهى الجمال وطعم جديد عن الكفتة العادية اللي احنا بنعملها. وفي نفس الوقت لو عندك ضيوف وعايزة تعملي حاجة سريعة، يبقى هي وصفة الكفتة دي الأنسب ليكي في الوقت ده. طعمها بقى في منتهى الجمال. البطاطس مستوية سوا حلوة قوي، وشاربة بقى كده من صوص الطحينة، والكفتة نفسها كده متطعمة بطعم الطحينة، والطحينة متطعمة بطعم الكفتة. حاجة كده ما تتوصفش من جمالها. بجد يا جماعة لو جربت الوصفة دي هتعتمدوها ومش هتعملوا اي وصفة كفتة طحينة تانية غيرها. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا فيديوهاتي الجديدة اول باول. وشاركوا الفيديو مع قرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا. ومع الف سلامة.